كواحد شغال على نفسك كل شوية بتعمل نظام، ولكن بعد أسبوع شهر بتلاقي النظام فشل. فبتقف قدام معضلة، هي فكرة هل المشكلة فيا إن أنا مش منضبط، ولا المشكلة في النظام اللي أنا عملته؟ دي حاجة كنت بتواجهني لحد ما حرفيا اللي هو الوقت اللي أنا فيه ده فكرت واكتشفت إن المشكلة مش فيا، المشكلة في إن أنا بتغير. إن الشخص اللي كان موجود وقت ما عملت النظام مش هو الشخص اللي موجود بعد ما حسيت ان النظام اللي انا ماشي عليه بوم بدأ ينزل. بمعنى، انا كمثال انا كنت بادئ بطور نفسي في حوار الذكاء الاصطناعي وهكذا، فانا كنت شغال في البداية ان انا اطور نفسي في الرياضيات والبرمجة ولكن بشكل شامل. فبعد شهر وعلى اخر نهاية الشهر التاني حسيت ان الدنيا مش احسن حاجة، حسيت ان مش شغال زي ما كنت شغال اول ما بدأت. وبعدين اكتشفت ان انا وقت ما بصيت كده وهديت شوية ان انا اللي بدأت اتغير، وان النظام بحد ذاته والترتيب اللي انا كنت ماشي عليه مش هو المناسب ليا. فبالتالي المفروض اعمل نظام جديد يحاكي. بمعنى انا في البداية كنت بشغال على اساسيات الرياضة بشكل شامل، لكن دلوقتي لا، لازم اركز على المجال ده والمجال ده والمجال ده. الصورة بدأت توضح لي. فالمختصر بتاع الفيديو، مش المشكلة إنك أنت غير منضبط، ولا المشكلة إن النظام بحد ذاته اللي أنت عملته عشان تمشي عليه وتنضبط عليه فاشل. ولكن الفكرة إنك أنت لازم تقف وقت ما تحس إن الأمور مش ماشية كويسة معاك، إن أنت اتغيرت، وإنك الشخص اللي كان بادئ الرحلة في البداية بعد حتى أسبوع أو شهر أو أيا يكن المدة الزمنية، خلال ما انت بدأت فاكر لان في فرق بين ما انت بدأت ولسه ومشيت في الرحلة اصلا، انك انت اكتشفت حاجات كتير جديدة، أو فكرتك اتغيرت، تفكير كل حاجة. فبالتالي لازم تعمل تعديل، فبالتالي لازم يكون مرونة. وده بقى الفكرة اللي كل شوية بقولك مرونة مرونة. فأنا أول مرة أحس بالمرونة دي شكلها إزاي. فبس لو الأمور فلازم كل أسبوع أو كل أسبوعين تراجع نفسك، هل النظام لسه شغال معاك زي ما هو، ولا محتاج تعمل تعديل عليه علشان أنت اتعلمت حاجة جديدة أو اكتشفت حاجة جديدة لازم تتعمل. النظام الحالي اللي أنت عامله مش شاملها. وبس كده، سلام.